السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعال نحضر النهاردة مع بعض اجمل والذ بكاكين فلاحي او كماك زي ما انتوا بتسموه. ناجحة معاكي من اول مرة. وهقولك على سر الانتفاخ، زي ما انت شايفة كده كل البكاكين منتفخة كده معايا. بجد من اجمل والذ واطعم المخبوزات. اللي معرفش البكاكين يا بنات، هي زي القرص بس مدية على عيش شوية. دي حاجة كده ناجحة، ريحة، طعم، طراوة. بجد هتحضريها مش هتاخد منك ثواني، بأسهل وأسرع طريقة. التسوية زي ما انت شايفة كده مظبوطة، ومن فوق ومن تحت. وكل القرص أو كل القرص إيه؟ كل البكاكين معانا منتفخة بالشكل ده، وخفيفة وقطنية وحلوة جدا ريحتها من الآخر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس في البداية حابة أفكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. هنسمي الله ونبدأ بقى نجيب حوالي نص كوباية من المية، مية عادي من الحنفية، احنا في جو حر. ونبدأ ننزل عليها بمعلقة من السكر ومعلقة كمان من الخميرة، وندوبها كويس أوي. تمام، هندوبها كويس أوي كده، ونسيبها على جنب لحد الخميرة معانا ما تضاعف كده حجمها وتتفاعل معانا. احنا كده بنتأكد ان الخميرة معانا نشطة. هنبدأ ندوب الخميرة مع السكر مع المية، دي نص كوباية من المية يا بنات هنحطها على جنب. ونبدأ بقى نجيب بقية الخطوات معانا. معايا هنا كوبايتين من اللبن الحليب، ادي كوبايه وادي كوبايه كمان اهي. تمام، ممكن تعجنيها بلبن رايب اللي هو اللبن القاطع. ممكن كوبايه لبن عليها علبه زبادي زي ما انت عايزه. هنبدا نحط معلقتين زي ما انت شايفه كده من السكر. وهنبدا كمان نحط نص كوبايه سمنه عشان تبقى طريه معانا، ومعلقه كمان من الخل كأن محسن للعجينه كمان، وبتدي طراوه حلوه قوي قوي للعجين. ومعانا الخميره تفاعلت اهي، هنبدا نجيب الدقيق بتاعنا. الدقيق حوالي كيلو ونخلاه كويس قوي. هنبدا نحط رشه بسيطه من الملح. تمام. ونبدا نجيب بقى المكونات اللي احنا حطيناها على بعضها، اللي هو اللبن والسكر والسمنه. السمنه على زيت سمنه بس، ولكن السمنه لوحديها بتبقى حلوه قوي قوي. ويا سلام كمان لو عملتها بسمنه بلدي بتشم ريحه حلوه قوي. ريحه البكاكين بتجيب من اخر الشارع. ونبدا نضيف كمان الخميره بتاعتنا اهي. هنلم بقى المكونات بتاعتنا كلها بالشكل ده. العجينه ما فيهاش تعقيدات خالص ولا كمان مكونات كتيره، يعني بسيطة جدا جدا، خطوات بسيطة وتطلع معاكي البكاكين أحلى أحلى من أنضف كمان من تجيبيها من جاهزة من بره. هنبدأ نعجن كده. ودايما دايما حبايبي اللي متابعيني دايما اقول في المعجنات، من نجاح المعجنات العجن، يعني تعجني العجينه ما تقلش من 5 ل7 دقايق عشان تطلع معاكي طريه وناعمه وسلسه كده وحلوه قوي، وتريحك كمان في الفرد، وكمان بعد الخبيز بتلاقيها طريه وزي الفل. شايفين يا بنات العجينه معايا ناعمه ازاي؟ لان عجنتها كويس قوي. يبقى كيلو دقيق خد معايا نص كوبايه من السمنه، كوبايتين ونص، كوبايتين لبن حليب، والنص الميه اللي احنا دوبنا فيها الخميره، وحوالي معلقتين كبار من السكر، ورشه من الملح. تمام، ومعلقه من الخل ده محسن للعجينه. هنبقى سيبها تختمر، سيبتها تختمر حوالي ساعه، احنا في جو حار، لحد ما تضاعف حجمها بالشكل ده. تعالي بقى نبدأ نقرصها، او بمعنى اصح نكورها. هناخد العجينة كده على خمرها، ما نهبطش الخمر يا بنات، عشان سر انتفاخ البكاكين زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. هقول لك على سر الانتفاخ البكاكين او الكماك زي ما انتم بتسموها، هي انك انت بتخمريها مرتين او 3. زي مرتين ازاي؟ انا خمرتها اول مره، وتاني مره ما هبطش الخمر زي ما انت شفتي كده. وتالت مره هسيب البكاكين معانا تختمر بعد ما افردها. هنبدأ نكورها كده. كل كرة أنا عملتها حوالي 60 جرام، حابة تعمليها 70 80 على حسب ما انت عايزة. تمام، هنيجي نعمل معانا الكورة بالشكل ده كده. بناخد قطعة العجينة على خمرها، علشان ما نهبطش الخمر بتاعها، عشان تبقى معانا حتة العجينة بتشم كده نفسها زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين كده، تكون خفيفة كمان، ويطلع معاكي البكاكين مفرغة من جوه زي ما انت شفت في أول الفيديو كده. تمام، هنخلص كل الكور معانا بالشكل ده. انا عامله الكوره حوالي 60 65، انا معايا فريحي ميزان اهي. لو ما عندكيش ميزان يعني قد الطماطميه الكبيره او قد البرتقانيه كده. تمام، ما شاء الله اللهم بارك. هتديني حوالي بالظبط زي ما انتوا شايفين كده حوالي 30 قرصه. 30 قرصه
او 30 كورة، بلاش قرص عشان احنا بنعمل بكاكين او كماج. هنبدأ نسيبها على جنب لحد ما ترفع، عشان لما اجي افرد البكومة معاكي كده تتفرد معايا، ما تردش معايا تاني. تمام، هفردها كده، لا تخنيها قوي ولا ترفعيها قوي. لو رفعتيها هتبقى عامله زي العيش، ولو تخنتيها هتبقى عامله زي القرص. ولكن احنا حاطين على الكيلو نص كوبايه من السمنه. يعني البكاكين معايا انا بعملها دايما على طول هي نص كوبايه السمنه على الكيلو. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ طبعا ورايا قطعه من القماشه فردها، وبحط عليها البكاكين بتاعتي دي. لما بخلص واحده واحده ببدأ أفرد ورايا البكاكين دي، وهسيبها تختمر حوالي بالظبط ربع ساعة. احنا في جو حر مش في جو شتاء، يعني كل حاجة عندنا في العجين بتبقى حلوة قوي. غير الشتاء تمام، المعجنات بتبقى ناجحة معاكي في الشتاء كده، بتسيبيها حلوة قوي كده وبتاخد راحتها، وبتسيبها كمان تختمر، ما بتاخدش وقت في الخمر كمان. هناخد معاكم كمان واحدة اهي، ونبدأ نرش رشة بسيطة جدا جدا من الدقيق. ما ترشيش كتير دقيق، يا دوبك رشة بسيطة كده، ونمسح بإيدينا ونحط بقى الكرة اللي احنا كورناها ديت، ونبدأ نفردها كده. لا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي. تمام، ما شاء الله اللهم بارك. عامله معايا كميه حلوه. لو انت مثلا هتقللي العجين الكوره وتعمليها 50 جرام، هتديكي حوالي 30، عاملاها 60 حاجه و20، زي ما انت عايزه حجم الكوره معاك. فردنا كل البكاكين معانا بالشكل ده كده. تمام. طبعا زي ما انا قلت لكم بفردها على قماشه ورايا كده، وهسيبها ترتاح ربع ساعه. وبعد مرور ربع ساعه هنبدا نولع الفرن بتاعنا. انا عاملاه في الفرن الغاز يا بنات. حابه تعمليه عفوا، حابه تعمليه في فرن البوتاجاز تمام. في الفرن الغاز بكون مولعاه بالشكل ده. البكاكين او الكماج بيحب النار العاليه. شايفين لما ريحت العجينه طالعه معايا البكاكين منفوخه ازاي؟ كله معايا منفوخ بالشكل ده. وده سر الانتفاخ بتاع البكاكين، انك انت تريحيها وتخمريها بدل الخمر مرتين. وانت اثناء ما عجنتيها تخمريها، وبعد ما تشكليها تسيبي العجينه تختمر. بتريحي العجينه تطلع معاكي حلوه جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين التسويه واللون؟ حلوه قوي قوي. التسويه من تحت ومن فوق مظبوطه، كله منتفخ وخفيف قطني، وطعمه مميز جدا. ريحتها حلوه قوي قوي، تخليكي كده تاكلي من غير ما تحسي. وخفيفة وزي الفل. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله اللهم بارك. لو حابة بقى تعملي كمية وتحتفظي بيها في التلاجة، سيبيها لما تبرد وتهدى، وحطها في اكياس تلاجة في الفريزر، وطلعيها قبل ما تستخدميها بحوالي 10 دقايق. ما شاء الله اللهم بارك. جربوا بقى الوصفة. وكده وصفتنا خلصت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. اكتبوا لي في التعليقات جربتوها امتى وعجبتكم ولا لا، واستنوني في وصفة تانية احلى واحلى باذن الله. ما شاء الله اللهم بارك. بجد ريحة وطعم من الاخر. يا رب الفيديو البسيط يعجبكم. اشوفكم على خير. سلام عليكم.